اكيد يعني لو الدنيا اهدى الناس كلها تاخد قرارات احسن، مثلا هتعيش حياه في هدوء نفسي اكتر او في سلام نفسي او حاجه زي كده. اهلا بيكم في صحبه تشدك لقدام، صحبه تفكر بصوت عالي، صحبه تشاركك الطريق عشان صحبه تفرق. احنا النهارده جايين نتكلم في موضوع بقى ما ينفعش نتكلم فيه غير بكوبايه شاي بنعناع. كان ناقص بس احنا نضلم النور شويه، بس فاتت عليا دي. ونشغل ام كلثوم في الباك جراوند. بس هبوظ علينا التسجيل. ممكن نبقى نضيفها بعد كده ونحطها في الباك جراوند. والموضوع هو الدوشه. شفت بقى الموضوع محتاج شاي بالنعناع ازاي؟ موضوع محتاج شاي بالنعناع فعلا. انا ألهمت بالموضوع ده واحنا كنا قاعدين يعني من شويه، وكانت الدنيا دوشه جدا، فحسيت ان احنا لازم نتكلم على موضوع الدوشه ده. حاسس في دوشه كتير حوالينا في الحياه. بس اي نوع من انواع الدوشه؟ الخارجيه دي، خارجيه وداخليه. حلو، كان قصدي على الخارجيه يعني، بس احنا ممكن نتكلم على الخارجيه وعلى الداخليه. مالها يعني؟ ده اصلا احنا في مصر. في مصر الناس بتتعامل مع الدوشه بطريقه غريبه، يعني ان دي مزيكا، يعني ان دي حاجه عاديه، كلاكسات في الشارع طول النهار وطول الليل وطول الفجر وطول اي وقت عادي. الموضوع الدوشه ده بصراحه ازمه كبيره جدا، ازمه شخصيه يعني، لان انا نشأت برضو في بيت هادي، الاريا اللي حواليا الدنيا هاديه تماما، فلما ببقى في مكان فيه دوشه بحس بفتكر توم وجيري لما كان في طبلة جوه دماغه ودانه عمالة. بتبقى حاجة مزعجة جدا بصراحة، يعني بتبقى واخدة جزء كبير من طاقتي. يعني أنا مش حاسس إن أنا في مجهود أنا بعمله، بس في مجهود أنا بعمله طول الوقت. حلو الجزء بتاع المجهود ده. يعني لما بكون مثلا في الشغل أو في مكان ومحتاج تركز، وبعدين في كول مثلا وفي ناس حواليا بتتكلم، باخد بالي متأخر قوي في بعض الأوقات إن أنا فعلا ببذل مجهود كبير عشان أركز في اللي أنا بتكلم فيه أو بسمعه أو كده، بغض النظر يعني ممكن ده أصلا يكون طالع في الميكروفون فيضايق الناس التانيين. بس إن أنت تبقى محتاج تبذل مجهود من غير ما تاخد بالك، لما بقى تيجي تاخد بالك فتلاقي نفسك متعصب مثلا، بس انت مش عارف انت متعصب ليه، بس هو انت متعصب عشان دي دوشه او انا يعني. الموضوع ده بيأثر عليا جدا. هو الموضوع من المفترض ان هو يبقى بيأثر على اي حد، الا يعني مع احترامي الكامل ليهم بيوصلونا سواقين الميكروباصات مثلا. هو بيبقى ماشي بيعمل جو، يعني بيعرف كل الناس وجوده في الشارع. هو ماشي هتلاقيه ما بين كل 5 ل 6-7 ثواني كده لازم يدي كلاكس. دي حاجة في الحياة. فتخيل بقى في كام ميكروباص في مصر، قيس بقى كل 5-6 ثواني. في موتوسيكلات الدليفري مثلا. موتوسيكلات الدليفري دي لسه هنجيلها، ده موضوع كبير جدا. ده بيبقى بيوصل الاوردر، بيدور من عند المطعم في اخر الدنيا، بنسمع صوت الشكمان. حاجه صعبه قوي بصراحه. موتوسيكلات الدليفري دي يعني بيبقى ماشي عامل ازعاج، وبيعملوه عن عمد. ده اللي هو اصلا ما بيزمرش، ده اللي هو ماشي عادي. اللي هو ماشي صوت عادي. الموتوسيكل عالي في حد ذاته. انت عارف بيعملوا ايه اصلا؟ بيخرموا الشكمان. يعني هو الشكمان عادي، هو بيقوم جايب مسمار خارم بيه الشكمان، فالشكمان يطلع هذا الصوت المزعج. ثانيه واحده، يعني هو الموتوسيكل مش صوته عالي عشان هو موتوسيكل رديء زي ده مثلا؟ لا ده مش موتوسيكل رديء، ده عادي، ده كده موتوسيكل عادي. انا النهارده كنت راكب اوبر سكوتر، راكب بجاج بوكسر. بجاج بوكسر ده يعني نوع من انواع الموتوسيكلات اللي هي somehow يعني مش حاجه عاليه ومش حاجه اقل حاجه، بس ماشي الدنيا هاديه تماما. انا مش منزعج خالص من صوته، يعني صوت موتور موتوسيكل هادي. هما بيخرموا بقى بيجيب مسمار تك 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 تك. ايه الهدوء اللي انا فيه ده؟ لا ازاي اما اخليه صوته عالي؟ ايوه، انا كنت فاكر بيعملوا كده في العربيات مثلا عشان يبين ان هو روش وكده. يعني في العربيات في حاجتين، في عربيات بيبقى صوتها عالي اصلا، ده هي نازله كده ماشي، ودي حاجه كلنا بنحبها. وفي عربيات اللي هو بيركبوا لها برضو يعني اكزوست او البتاع اللي بتطلع الصوت دي. بس بتوع الموتوسيكلات مش شكمان، وانا شكلي فلاح دلوقتي مش عارف يعني. شكله مش شكمان. مش عارف، في يعني في حاجه بتركب فوق الشكمان عشان تطلع صوت.
وفي الشكمان كله بقى على بعضه من اول من الموتور للاخر ده بيتغير. بس يعني الفكره ان اللي بيعمل كده اصلا بيبقى بيعمله هو قاصد يطلع دوشه رهيبه. هل دي مثلا، يعني كنت هقول حاجه وحشه بس هحاول اقولها بطريقه مش بطريقتي الطبيعيه، هل دي مثلا حاجه ممكن تكون يعني انا ببعت رساله انا هنا يا جماعه انا اهو، يعني ده هدف، يعني ايه الهدف يعني؟ والله وارد جدا. بس لما يعني اول لما عرفت ان الناس بتخرم مثلا الشكمانات بتاعت الموتوسيكلات ودورت بقى ايه السبب في كده، يعني دي كانت روشنة. احنا صوت الموتوسيكل عالي فهو نوع من انواع التشبه بالريس عشان الموتوسيكل الريس صوته برضو بيبقى عالي بس يعني بصوت تحسه اشيك شوية كده. يعني في صوت مزعج قوي وفي صوت اشيك ومزعج برضو بس تحسه اشيك، فتشبه يعني بالريس. يعني دلوقتي راكب مكنه صيني وخارم الشكمان على اساس يعني ان انا كده راكب ريس خلاص؟ ما انت بقى كل ما بتعمل بنزين فالصوت بيعلى فانت بتحس ان اوكي يعني هيديك احساس ان ايه ده فانت البتاع هيجري يعني، فهو هيعمل عين بس مش هيجري او ده بيعمل عين بس. يعني تحسها شويه فيها مشاكل كتير قوي الحته دي، فيها مشاكل كتير جدا طبعا. يعني في تجاهل تام وعدم مراعاه لكل خلق الله التانيين اللي مش انا. دي اول مشكله، يعني مش عارف تحسها مليانه عقد كده محتاجه تتفك واحده واحده وتتفهم. انا فاكر من اهدى الايام اللي كنت بعيشها في حياتي طول حياتي كورونا طبعا. كورونا لما كانت بتيجي مثلا الساعه 12 واحدة بالليل كده، كنت بقعد انا وواحد صاحبي فوق الروف عنده، يعني نقعد كده مثلا نعمل كوبايتين شاي ونقعد، ما احنا مفيش نزول بقى الشارع فينا، نطلع نقعد عنده في الروف ايه عشان ما ينفعش ننزل وكده. فاحنا الاوتوستراد طريق رئيسي يعني قريب من البيت شويه، كانت تعدي عليه العربيات النقل بالليل، لان العربيات النقل بقى ما كانش ليها موضوع الحظر والكلام ده عشان التنقلات ونقل البضايع والحاجات دي. كانت تعدي العربيه هي من على بعد، يعني احنا مش شايفين العربيه بس احنا سامعين صوت جاي من بعيد كأن صوت طياره في الهواء. لا من قوه الهواء على العربيه الواحده في الشارع، من الهدوء وهدوء بقى تام، كل الناس يا اما نايمه يا اما كله قافل في البيت على نفسه مفيش اي حاجه، بس كانت خطيره اللي هو اعتقد ان ده يعني محتاج دراسه اقوى شويه من الدراسه اللي انا هعملها انا وانت دلوقتي. بس في دراسات تانية اتعملت على حاجه مثلا بيسموها جوده الهواء Air Quality Index AQI حاجه زي كده، ويقول لك ان انت ممكن تبقى نازل من البيت في يوم بس جوده الهواء مش احسن حاجه، فتلاقي نفسك بتاخد قرارات غلط مش هي دراسه غريبه مريبه كده. حاولت ان انا اطبق الكلام ده على الموبايل عندي، افتح الاي كيو اي ده ويطلع لي اي رقم اشوف، مش فاكر كان قالوا رقم كام، لو كده اقل منه يبقى كويس او اعلى منه يبقى كويس حاجه زي كده. بس المهم الموبايل ما بيجيبش قرايات، فمش عارف ده عشان اللوكيشن مثلا في مصر ما بيطلعش قرايات ولا عشان ايه. بس يعني اعتقد لو انا اخدت الدراسه دي وعملت واحده تانية انا وانت دلوقتي عن الضوضاء اكيد عملوا حاجه زي كده يعني. فمستوى الصوت اللي بيدخل لك او مستوى الدوشه اللي انت فيها ازاي بتأثر على حياتك وقراراتك كإنسان. اكيد يعني لو الدنيا اهدى الناس كلها تاخد قرارات احسن، مثلا هتعيش حياة في هدوء نفسي اكتر او في سلام نفسي او حاجة زي كده. ما اعتقدش ان كل الناس بس هو اغلب الناس، يعني هو الهدوء بشكل عام مريح، اللي هو لما بنيجي كده نبص على ردود افعالنا الله ايه ده الدنيا هاديه، لما بندخل مكان هادي يعني كل الناس الطبيعيين بيعملوا كده. ف يعني واضح ان كلنا يعني بنرتاح للهدوء، بس احنا مبوظين ان الهدوء بكل الاشكال والانواع. ولذلك يعني لما احنا بنسافر ونروح الصحراء ولا نروح عند البحر وننزل نقعد بالليل، مفيش حد برضو مش بيستمتع باللحظات اللي احنا بنبقى قاعدين بنسمع فيها صوت الهواء وصوت البحر او قاعدين نسمع صوت الهواء ونتفرج مثلا على النجوم في وسط الصحراء، مفيش اي ازعاجات، مفيش اصوات عربيات خالص ولا تحفة. وبنقول ان احنا بنفصل، فهي دراسة صحيحة طبعا. وفي اماكن يعني مش عايز اقول امثله بره مصر، بس في اماكن زي ما انت قلت عند البحر في شرم الشيخ مثلا، حتى لو في جوه المدينه، انا حاجه من الحاجات اللي لاحظتها لما رحت شرم الشيخ قبل كده ان مفيش حد بيزمر في شرم الشيخ،
وفي يفط في الشارع انك ممنوع تزمر، والناس بتلتزم بالكلام ده. هنا يعني لا في يفط ولا في عارفها اليافطه دي. في يافطه ممنوع تزمر دي عند القصر العيني في وسط البلد. طب ماشي. شكرا كده احنا عملنا دراسة بتلغي اثر اليفط في الحياة. اي يافطة يا جماعة ملهاش لازمة. بجد في يافطه كده اللي هو ممنوع استخدام آلة التنبيه ده اللي مكتوب عليه عشان ده مستشفى وكده يعني. ايوه عندي بقى من عند القصر العيني. زي يافطة ممنوع الوقوف اللي انا بركن عندها كل يوم دي. عارفها كويس. ايه ده؟ الله ممنوع الوقوف هنا. طب اهو. يعني الحمد لله. طب ما تيجي ننقل على الدوشه اللي جوه. هل اللي بره بتجيب اللي جوه ولا اللي جوه بقى بيجيب اللي بره ولا؟ طب نعمل ايه في اللي جوه؟ طب اللي بره مش هنعرف نعمل فيه كتير. ممكن ننقل يعني نعزل الحيطان، ممكن نعمل شويه حاجات بس يعني مش دايما معانا حاجه نعمل. ممكن نحط الايربودز ونعمل نويز كانسليشن. انا بعمل كده لما زيني يكون بيعيط مثلا. في اوقات كده بيعيط ما بيفصلش، هو خلاص هو انا دلوقتي هعيط، ده مود العياط. انا ربع ساعه هعيط، انتوا بقى اتصرفوا. وصوتهم يعني ما شاء الله، صوت الاطفال تحس ان انت قد كده ازاي طلع منك الصوت ده كله شبه صوت الناس اللي خارمين الشكمان. فاللي بعمله ان انا بقوم واخده حاطه في السرير نايم جنبه، خلاص هو كده اتكتف، حط ايربودز في ودني ومشغل النويز كانسليشن. بيبقى لسه في صوت عياط بس الديسيبل بينزل لتحت يعني، تحس ان عادي مقبول قشطه. دي فكرة ذكية جدا. انا اشجع كل الناس انها تشتري ايربودز وتعمل الفكرة دي لو عندهم اطفال يعني وعندهم القدرة على كده. الدوشة اللي جوه بقى ده موضوع اخر. ده لما بيبقى في موضوع بقى زنان كده اللي هو ايه جوه دماغك وانت عمال تفكر طب اعمل كده ولا اعمل كده. يعني عادة ده بيجيلي لما ببقى محتار في اختيارات كتير، وموضوع بقى انا عايز اخد فيه قرار بس قدامي اختيارات كتيرة. يا أسوأ حاجة في الدنيا بحبش يبقى قدامي اختيارات كتيرة. بحس ان انا متردد جدا 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 اول ما الاقي اختيارات كتير. يعني اعمل ايه؟ طب ادخل محل لبس مثلا، فقدامي كنت لسه بجيب بدلة فدخلت محل لبس قدامي بدل كل الالوان، انا عايز اجيب انهي لون؟ لا كله. بس انا لازم اجيب بدله واحده بس، يعني مش هجيب كل البدل دي، انا عايز بدله واحده دلوقتي. فبتبقى بقى حاجه مزعجه قوي بالنسبه لي. دي من الحاجات اللي بتبقى عامله لي دوشه داخليه. عاده هنا في الموقف دي بتصرف ازاي؟ يا اما هجيب حد ياخد لي قرار. ازاي يعني؟ يعني مع حد بقى يبقى معايا اقول له ايه رايك في دي، يقول لي بس هي دي. اقول طب بص انا قست دي، يقول لي لا هي اللي فاتت. يا بس كده خلاص كده ارتحت نفسيا. يوم عامل بقى ايه مزعق لنفسي. لو ايه بس هي واخد قرار. خدت القرار روح. خدت القرار روح. حكمة سواق التاكسي. عايزين نعمل حلقة على موضوع خدت القرار روح ده الحلقة الجاية. ماشي. انت الدوشة الداخلية عندك تتشكل في ايه؟ ياه كتير والله. يعني الحمد لله انا ربنا رزقني ان انا ساكن في حي هادئ معظم الاوقات. انا يعني تقريبا اول حد اسكن في الشارع اللي انا ساكن فيه ده. كنت زمان فاكر القعده بتاعتك انت وصاحبك على السطوح دي. أيوه. انا كنت بعمل كده زمان، وبعدين كانوا دايما بيجيبوا في افلام باتمان وسبايدر مان والحاجات دي وبيبقى فوق ناطحه سحاب كده وبيبص على الدنيا كلها من فوق. أيوه. انا كنت في الدور الاول عادي، بس يعني كنت ببقى قاعد على سور البلكونه وحاطط نفسي في المشهد ده عشان مفيش اي حد غيري في الشارع. فكان عندي هدوء خارجي يعني. ولسه دلوقتي الموضوع اصعب شويه عشان الدنيا اتزحمت وكده، بس يعني ستيل اهدى من القصر العيني بتاع وسط البلد. فبروح انا عازل زي ما انت شايف كده ايه في الهدوء ده. بعدين بقى ايه تبدا الدوشه اللي جوه كلها تطلع بقى. الدوشه جوه يعني ما بتسيبنيش كتير في حالي، فانا دي حاجه مش هعرف انصحك فيها عشان انا فاشل فيها الصراحه. بس ايه سببها اصلا؟ يعني ايه اسباب الدوشه الداخليه؟ ايه اسباب بقى؟ دي سؤال عميق قوي، سؤال منتصف ليلي جدا. ايه اسباب الدوشه الداخليه؟ ممكن سبب من الاسباب يعني انت قلت الحيره، فده ممكن يبقى سبب. الدوشه الداخليه دي انت عارف ممكن تبقى على حاجات تافهه جدا. ايوه. يعني ممكن بحاجه عبيطه يعني حاسس ان في حاجات قرار شراء انهي لون بدله ده
هيبقى قرار كبير جدا قدام شويه حاجات تانية اتفه بكتير. فتلاقي نفسك عامل دوشه لوحدك كده. يعني بلاقي نفسي ساعات انا سرحان في دوشه مع نفسي، واصلا يعني الحاجه دي مش موجوده ومش هتحصل. بس انا دلوقتي خلاص انا هفكر في الموضوع ده دلوقتي. وبعدين يعني في ناس كتير تقول لي ايه انت دماغك بتسحلك على طول. انا عمري ما فهمت الكومنت ده، يعني مش فاهم يعني ايه دماغي بتسحلني، بس انا غالبا عايشه، يعني عايشه وانا مش فاهم. بقعد افكر مثلا كتير قوي في كل الحاجات. واكتر دوشه جوايا هي غالبا بتيجي من ان انا بتساءل انا ليه بتصرف بتصرفات بالشكل ده، وبقعد بقى ايه اقشر يعني توصل لسبب، فتقول طب وانا ليه بقى بفكر في السبب او ليه بعمل ايوه السبب. صح. ايه ما اقشر تاني، طب ايه ده عشان كده، طب وانا ليه بقى الحته دي فيا، تقعد بقى كده تقشر. بس دي مش بحس ان هي من دوشه. يعني عارف لو موضوع انا قاعد كده، يعني انا احيانا بحس الشعور اللي انت قلت عليه دلوقتي حالا ده، بس مش ببقى واخد بالي اصلا. يعني بكتشف بعد فتره انا قاعد مش بعمل اي حاجه، قاعد سرحان تماما، كل تركيزي كان في الموضوع ده، فانا قاعد سرحان. بعدين بكتشف ان انا ايه ده، انا كنت قاعد بفكر في الموضوع اللي هو ده في دماغي، لو ده بس اللي في دماغي. عارف بقى حط معاه حاجه تانية. يعني قاعد شغال مثلا وده الموضوع اللي جه في دماغي، يا على الازعاج اللي هو ما انا يا اما اشتغل هركز في ايه ولا في ايه. ايوه دي بجد اللي بتبقى مزعجه. بحس وقتها فعلا دي دوشه، اللي هو انا دماغي مركزه في حاجه اصلا غير اللي انا بعملها دلوقتي. لكن لو انا قاعد بتساءل مع نفسي وانا سايق بقى، وانا اللي هي الحاجه اللي مش بتحتاج يعني السؤال دي بتحتاج تركيز، بس احنا معتبرينها ان هي مش بتحتاج تركيز، اللي هو حاجه اعتياديه شويه. فدي ممكن عادي اسحل نفسي وانا سايق، ابقى بتكلم كده مع نفسي وقاعد بحكي، اقول ليه طب مش عارف انت. انت عارف انه ممكن يبقى جزء منها برضو بالنسبه لي هو الدوشه اللي بره اللي انا اللي بعملها بقى. يعني مثلا الدوشه اللي جوه دي هتبقى حاجات في قلبك في فكرك كده. الدوشه اللي بره اللي انا بخلقها لنفسي هي مثلا، فاكر لما كنا بنتكلم في حلقه الهوايه، اظن كانت هي دي الحلقه اللي فاتت او اللي قبليها، كنا بنتكلم على المشتتات. ان مثلا ايه ما اعرفش او قليل جدا لما بقعد ما بعملش حاجه. دي حاجه نادره جدا. يا اما بسمع حاجه، يا اما يعني يا بستهلك حاجه، يا بطلع حاجه، ده معظم الوقت. لكن مفيش وقت كتير في اليوم او يمكن في الاسبوع ببقى قاعد كده مش بعمل حاجه خالص، ولا مثلا مشغل حاجه اسمعها ولا اشوفها ولا كده. فنت قاطع مثلا عندي بقى يومين، فدي حاجه بالنسبه لي ايه ده، انا بقيت في سنه كام؟ انت قاعد كده انا هفتح الفضائيات عايز ادور على حاجه اتفرج عليها بقى، هتفرج على التلفزيون اللي هو القنوات العاديه دي كده. ففي احساس كده اللي هو فجاه رجعنا بالزمن 20 سنه 30 سنه لورا. يعني الحته بتاعت ان انا شاغل نفسي على طول، يعني ما بقفش. يعني قلت لك دلوقتي انا بفكر كتير قوي، بس غالبا بفكر وانا بعمل حاجه. يعني حتى ما بقفش افكر بجد، ما بقعدش كده فاضي بفكر. انا في اللايرز اللي كنا عاملين نقشر فيها من شويه دي، امتى مثلا اخر مره مسكت ورقه وقلم وقعدت فعلا تحلل تصرفاتك وبس، وده اللي بتعمله؟ عملت كده امتى اخر مره؟ يعني ورقه وقلم؟ لا مش للدرجه دي. يعني حاجه لو انت منقطع بتعمل يعني بكلم نفسي غالبا بس لا يعني ما خصصتش وقت وانا قاصد اخصص وقت. فمش هتلاقي عندي اجابه واضحه. فتلاقي ان يعني طب انا ليه اصلا لما انا مش مدي الموضوع حقه ليه ساحل نفسي فيه؟ هي تدي له حقه يا تسيبه. يعني ده انا بكلم نفسي دلوقتي. اي ما هو ده انت طلعت الدوشه بره. بالظبط. ايوه طلعت الدوشه بره، اسمع عليك، حلو التعبير ده. بس انا عملت كده قبل كده، خدت ورقه وقلم، يعني مره في الحياه مرتين خدت ورقه وقلم وقعدت احلل تصرفاتي في حاجه معينه. انا عايز اعرف انا بعمل كده ليه، طلعت بقى ايه اللي انا بستفيده من الموضوع ده، وايه اللي انا بيضرني في ايه وبيفيدني في ايه وحاجات زي كده. وبعدين كانت حاجه لذيذه جدا يعني تاخد ورقه دي تحرقها بعد كده عشان ما حدش ينفع اشوفها. حدش ينفع اشوف غيري دلوقتي. فكره لذيذه عامه. انا هي في ايام فكرت اعمل كده بس عمري ما عملت كده.
على فكره هي لذيذه جدا ومفيده، يعني هتطلع انسايتس كويسه. انا ليتلي كنت بفكر اعمل كده في وقتي وحياتي ويومي، اللي هي kind of دوشه برضو، اللي هو يعني حاسس عايز ارتب حاجات، عايز احط حاجات، اشيل حاجات. طب ايه اللي بياخد وقت كتير؟ ايه الحاجه اللي بتتكرر كل يوم؟ ايه الحاجه اللي بتتكرر كل اسبوع؟ عايز اقعد ارسم الخريطه دي، لان هي بتسحلني. ما انا احيانا بقى باجي في نص اليوم ايه ده انا كنت مكلم فلان الفلاني، طب انا مش عارف هنا، طب ده انا كنت اتفقت على كذا هنا، الاقي دوشه كده. كنت عايز ابلان الدنيا، او مش ابلانت بالشكل المثالي يعني، على قد ما انا بس عايز اشوف في ايه حاجات ممكن تبقى بتاخد وقت كتير انا مش واخد بالي منها. يعني احنا عندنا كذا حاجه ممكن نتكلم فيها هنا. واحده منهم هي احنا بنعمل كده ساعات، ممكن يكون باشكال مختلفه بس في اوقات معينه، مثلا عيد ميلادي او سنه جديده او بدايه شيء ما، شغلانه جديده، جوازه جديده، يعني جوازه اولا يعني الوحيده، مش قصدي جوازه جديده رقم 2 قصدي يعني واحد مش متجوز وهيتجوز، يبقى جوازه جديده بالنسبه له. لكن لو واحد متجوز اصلا عارفين ده ما ينفعش. فاي حاجه بدايه حاجه يعني ممكن نقف نفكر فيها في الموضوع ده، بس احنا مش بنعمله بشكل متكرر كفايه، يعني خلاص بعملها مره وبعدين ارميها بقى، فمش بتبقى فعاله، يعني مش بتفرق في حاجه، ممكن تبقى حاجه كده معديه وخلاص. فاحنا ازاي نحول الافكار دي، او مثلا لحظه تجلي كده لو انا بقى لازم بقى اغير الحاجه دي، او اعمل بقى دايت، اعمل مش عارف ايه ايا كان، يعني الحاجه ازاي تحول الرغبه دي لسيستم، يعني مش انها رغبه وخلاص، ازاي تقلبها تبقى سيستم. دي اعتقد دي حاجه محتاجين نذاكرها ونطبقها ونجربها. وفي حاجات يعني هي حاجه تستاهل ان انت تفضل تجرب وتفشل وتجرب وتفشل وتجرب وتفشل عادي، هي رحله يعني، مش اللي هو هعمل كده ما عملت ايه ده ما ظبطتش معايا خلاص انا كده هبطل. فعندنا حكايه الدوشه دي برضو كتير. الدوشه اللي جوه شكلها طلعت مزعجه اكتر من الدوشه اللي بره، اكتر بكتير، لان هي مستمره. الدوشه اللي بره بتخلص او يمكنك التخلص منها، على الاقل بتنام شويه يعني بتخلصها كل يوم، بس التانية بقى هل بتخلصها؟ في الدوشه اللي جوه ساعات بتكمل معايا وانا نايم. ايوه تبقى نايم بتحلم بدوشه، فاهم؟ افتكرت والله لسه يعني كان في موقف كده في الشغل من كام يوم، صحيت من النوم اللي هو لقيت نفسي متضايق، يعني انا صاحي من النوم متضايق ان الموقف لسه في 1 و2 و3 انا عايز اعملهم. اول حاجه جت في دماغي اول ما صحيت من النوم يعني فانا مش فاكر طبعا انا كنت بعمل ايه بالظبط وانا نايم او كنت بفكر في ايه، بس صحيت من النوم يعني واضح ان عقلي كان شغال في الموضوع بيحسب. كانت حاجه مزعجه جدا، لان انا صحيت فعلا مودي متضايق قوي. في عاده بصحى مفيش اي حاجه في دماغي، انا بصحى عايز اقوم ادخل اتوضى اصلي اخد دش ايا كان، بس انا مش هصحى بفكر في حاجه. ايه الازعاج ده؟ حتى وانا نايم. ايوه يا تصدق احنا عملنا دوشه جامد في الحلقه دي، عملنا دوشه جامده جدا. يعني احنا ممكن دلوقتي واحنا بنتكلم نبقى جوه دماغ حد هو عمال بيفكر في حاجه، واحنا قاعدين عاملين دوشه جوه دماغه دوشه تانية، فيبقى الموضوع كده. وفي موتوسيكل صيني معدي من جنبه وخارج الشكمان. تاريخ فيها دوشه.